زعما شكون؟ هيرفي رونار، المدرب اللي برشا ناس علقوا عليه آمال كبيرة إنه نجم يقود منتخبنا الوطني التونسي ويفوز بطاقة العبور للدور 32. المدرب اللي تولى تدريب النسور خلفا لصبري النموشي المقال إثر فضيحة الكروية اللي تلقاها من عند السويد 5-1، والفضيحة اللي قبلها 5-0 من بلجيكا. شنو أرقامه؟ شنو بطولاته؟ شنو أهم الإنجازات اللي قام بها؟ وأهم سؤال واللي يبقى محير الملايين، إنه شنو ينجم يعمل مع منتخبنا الوطني التونسي في كأس العالم في 26. برشا ناس صنفوها إنها باش تكون معجزة لو حققها. كل الأمور هذه باش نحكوا عليها في الفيديو هذا. تنساوش دعمنا باللايك والاشتراك والكومنتس. ليتس جو. الناخب الوطني هيرفي رونار اللي حاير اسمه في الصحف والمجلات العالمية، مدرب منتخبنا الوطني التونسي. يجيو نحكيو شوية على الكارير نتاعو كمدرب وكلاعب قبل ذلك. من هو هيرفي رونار؟ الرجل اللي أصبح أسطورة المنتخبات الوطنية. في عالم كرة القدم ثم نوعين من المدربون يحققوا البطولات مع المنتخبات الكبرى مليئة بالنجوم، وهنالك مدربون يصنعون المعجزات مع منتخبات مغمورة. أما هيرفي رونار فقد فعل الأمرين معا. إنه المدرب الفرنسي اللي أصبح رمز للنجاح في إفريقيا والعالم العربي بالذات، والرجل اللي عرف كيفاش يحول المنتخبات الباحثة عن الأمل للتأهل إلى أبطال قوميين في قاراتهم. لكن المثير أنه قصة رونار لم تبدأ في الملاعب الكبرى ولا في الأندية العملاقة، أندية الصفوة. ولد هيرفي رونار في يوم 30 سبتمبر 1968 في مدينة إكس ليبان الفرنسية. كلاعب كرة قدم لم يكن نجما عالميا بمثل نجوميته الآن كمدرب. لعب في مركز الدفاع سنتر باك مع أندية فرنسية متواضعة، ولعب زادة مع نادي كون اللي نشأ فيه زين الدين زيدان، ثم فالوريس دراغينيان. خاض خلال مسيرته حوالي 215 مباراة وسجل 3 أهداف يتيمة فقط قبل الاعتزال عام 98. وبعد الاعتزال لم تكن حياته سهلة. بعيدا عن كرة القدم عمل في مجالات مختلفة لإعالة نفسه وعائلته المحتاجة في ذلك الوقت، حتى أنه اشتغل في أعمال تنظيف وإدارة شركات صغيرة للخدمات. في تلك الفترة لم يكن أحد يتوقع أنه هذا الرجل سيصبح لاحقا واحد من أشهر مدربي المنتخبات في العالم. بدأت رحلته التدريبية الحقيقية عندما عمل مساعدا للمدرب الفرنسي الشهير كلود لورو، ومن خلال هذه التجربة تعلم أسرار التدريب الدولي والتعامل مع المنتخبات الإفريقية.